أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا الترحيب بكم مجددا في حلقة من برنامجنا وقفات مع التاريخ الحضرمي، حيث نبحر اليوم مع التاريخ العظيم لتنشيط ذاكرة حضرمية لعبت بها الأيام وعاث بها المتربصون الذين يعلمون جيدا أن ذاكرة حضرمية تعني مستقبلا حضرميا زاهرا. واليوم مع حلقة جديدة من هذا المشوار، في حلقة بعنوان رجال لن تنساهم حضرموت، والذي سيكون من جزئين. وهؤلاء الرجال الذين ولدوا على الأرض الحضرمية وماتوا عليها، ولا زالت الأرض الحضرمية تحتضن رفاتهم بدفء وسكينة. ورجلنا اليوم الأول في هذه الحلقة وفي هذا الاستعراض للحضارم، للرجال الحضارم في داخل الأرض الحضرمية، والذين لن نوفيهم حقهم بهذا الاستعراض، لكننا نذكر شذرات من حياتهم. وأولهم الشيخ علي بن أحمد باصبرين، العالم السلفي الداعي إلى التوحيد الخالص ونبذ كل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآل باصبرين دار من قبيلة باحميش النوحية، ولد في قرية القرحة الواقعة أعلى وادي دوعا بين عامي 1220 و 1230 للهجرة، وتنقل بين الحجاز ومصر. وقد ذكر في سيرته أنه صاحب فكرة إحاطة الجمرات الثلاث في منى لمساعدة الحجاج على الرمي، وله عدد من المؤلفات، منها كتاب إثمد العينين في اختلاف الشيخين، وهو كتاب كبير في الفقه الشافعي، وله كتاب في الفلك والحساب، وله رسالة كتبها في نصح أهل حضرموت. توفي في جدة سنة 1306 للهجرة، كما ذكر عبد القدوس الأنصاري في كتابه موسوعة تاريخ جدة. ترجم له عدد من العلماء، منهم السقاف في كتاب إدام القوت، والحداد في الشامل، وعلي سالم بكير في كتاب رجال وكتب من حضرموت، وعلي بن سالم العميري في تراجم علماء حضرموت. أما الشخصية الثانية فهي اللواء أحمد عبد الله بارشيد النوحي، والمعروف بأحمد نوح، أحد أشهر ضباط جيش البادية الحضرمي. ولد بعيد الحرب العالمية الأولى، والتحق بجيش البادية سنة 1940 في أول دفعة، وكان رقمه المسلسل 4، وترقى حتى وصل إلى منصب مساعد المستشار لشؤون البادية، وتم تكريمه في لندن، وتوفي في بلدة الحيسر سنة 2013 عن عمر يناهز 114 سنة. كان على معرفة واسعة بالبلدان الحضرمية، وقد التقيته في الحيسر وتحدثت معه عن كثير من جوانب جيش البادية الحضرمي. وقد ذكر المنهالي في كتابه محطات تاريخية أن أحمد بارشيد هذا ومعه ملازم اسمه أحمد باد حيدوح المرشدي من سيبان، كان على رأس وفد حضرمي مكون من 30 طالب، شاركوا في احتفالات دول الكومنولث في نيروبي عاصمة كينيا سنة 1960، حيث قدم الوفد الحضرمي عروضا عسكرية ورياضية نالت استحسان الحضور، ونال على إثرها عددا من الميداليات. وقبيلة بارشيد النوحية
أخرجت العديد من كبار ضباط جيش البادية، ومن أشهرهم كذلك محمد بادر باس بارشيد، كان صاحب الرقم المسلسل 1، وقد نال شهادة تقدير من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على انضباطه وشجاعته. وقد ذكر لي المقدم عبد الله بصفر أن محمد بارشيد حضر اجتماعا لقبيلة نوح في آخر عهد الدولة القعيطية، وأنه حذر المجتمعين من الانجرار وراء التوجهات القومية، وأنه كان من أنصار الدولة الحضرمية المستقلة، لكن الجو العام لم يكن آنذاك واعيا بخطر التوجهات القومية. كذلك من رجال هذه القبيلة عبد الله بن أحمد باج حام بارشيد النوحي، وهو ممن شارك في حرب فلسطين سنة 1948، وكان على جبهة غزة مع الفوج السعودي، وقد تدرب قبلها 6 أشهر في مدينة الطائف، ونال وسام تكريم من الحكومة السعودية تقديرا لمشاركته وشجاعته. أما الشخصية الثالثة في شخصياتنا في استعراضنا لهذا اليوم فهي الرجل المحسن محمد بغلف، وهو من أهل قرية خسوفر في وادي دوعن، هاجر إلى المملكة العربية السعودية وأثرى فيها، وجعل جزءا كبيرا من ثروته في الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية وفي حضرموت زمن الحكم الشيوعي البغيض. وكان غالب رجال الأعمال حينها منصرفين عن العمل الخيري بسبب هذا النظام. واهتم بغلف محمد بغلف أساسا بمشاريع المياه، حيث أوصل المياه إلى كثير من القرى الحضرمية، بل كان عندما يصعب عليه إيصال الماء لبعض مناطق البدو فإنه كان يوفر لهم صهريجة ماء لتلبية احتياجاتهم. توفي سنة 1411 للهجرة وهو ساجد لله في المسجد الحرام. أما الشخصية الرابعة لهذا اليوم فهي القائد عبد الله أحمد باقروان النوحي، وهو من قبيلة باقروان النوحية، وتسكن قبيلة باقروان النوحية أسفل وادي حجر في قرية حصن باقروان، وهم كانوا من القبائل التي شاركت في حرب حوتة سنة 1317 بين السلطنة القعيطية وبين قبائل نوح، والتي هزم فيها جيش السلطنة شر هزيمة. وكان السلطان القعيطي ووزيره المحضار شديدي العزم على أخذ وادي حجر، لكنهم لم يستطيعوا أخذه إلا صلحا. وقد قيل حول هذا الموضوع الكثير من الأشعار، من أجملها ما قاله الوزير المحضار عند دخول وفد نوح إلى المكلا في زامل معروف. يقول المحضار: يا هاجسي يا البندق المعشوق، عرس على البنت الحسينة، وقصده بالبنت الحسينة حجر. يا هاجسي يا البندق المعشوق، عرس على البنت الحسينة، ذي بنت عاده شعرها مفروق، ذي بنت عاده جعدها مفروق، بلقي لها حنة وزينة، جاب القبل ذي قلت ما بيحوق من روس مكة والمدينة. فرد عليه شاعر من نوح يقال إنه من الباقروان، قال: قل للقعيطي ما كفاك السوق، عادك تبع حجر الزبينة، قل له اقنع من حدنا مرفوق، هندي ولا نعرف رطينة، الشمس كسفت والقمر مخنوق، وجبال جرت بالونينة، والله واني والقسم لاحوق، شل المكلا هو طينة. ولد القائد عبد الله أحمد باقروان النوحي سنة 1925، وحفظ القرآن في صغره، ثم صار معلما للقرآن في بير علي، في قرية بير علي، ثم التحق بجيش البادية سنة 1945، وترقى حتى وصل قائدا للواء 30، وهو الاسم الجديد لجيش البادية الحضرمي، ثم عين قائدا للواء 6 بمعسكر بدر
في عدن سنة 1970 وتقاعد سنة 1973. وفي نفس هذا العام تم اغتياله من قبل رفاق الحزب، حيث قتل بالرصاص وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة في قريته حصن باقروان بسبب معارضة قبيلته لقانون التأميم الزراعي. وقد نال القائد عبد الله أحمد باقروان نال شهادة تقديرية من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تقديرا لمواقفه وشجاعته وانضباطه. وللباقروان عدد كبير من الضباط في جيش البادية، منهم سعيد معوض باقروان، والذي شارك في مسابقة للرماية في لندن ونال على إثرها مركزا متقدما تم ترقيته بناء على ذلك. وللدقة في الرماية عند الحضارم شأن كبير، ومن اشتهر بذلك الجندي في جيش البادية الحضرمي عوض بن عبد الله الشنين الحمومي، الذي كان من قناصي جيش البادية المحترفين، والذي توفي سنة 2003. ختاما نرجو أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة في هذه الرحلة الممتعة مع هؤلاء الرجال الذين رفعوا شأن حضرموت، وسيكون هناك جزء آخر من هؤلاء الأبطال الذين صنعوا تاريخ حضرموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.